رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. ما زلنا في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم مع المستفتيين، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، وكيف كان يجيبهم بمختلف الأساليب المختلفة. من تلك الأساليب كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحايل في الفتوى، فإذا تم ورود شيء حرام أو توجيه رباني لأمر ما، لزم المؤمنون أن يمتثلوه، ويحرم عليهم أن يتحايلوا عليه. من هنا ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا مشاهدي الأكارم حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التحايل على الشرع. وتحايل معناه محاولة الهروب عن ما أراد الله سبحانه وتعالى بطرق لا يحل للإنسان أن يستخدمها. فبالتالي كل من احتال على الشرع حتى لو كان ذلك في ظاهره الجواز فإنه يحرم فعله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هذا جابر رضي الله عنه وأرضاه يؤكد عام الفتح حرمة الخمر، حرمة شربها وحرمة بيعها، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه أيضا. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم الشيء الذي هو حرام، لا يجوز بيعه ولا إهداؤه. وقد وردت في تحريم الخمر نصوص كثيرة، وليس هو الآن معرض حديثنا هنا أن نسرد الآيات والأحاديث التي تحرم الخمر، كلا، وإنما هنا حديثنا الحذر الشديد من التحايل على الشرع. وكذلك حرم الله عز وجل لحوم الميتة ولحم الخنزير وبيع الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاعترض الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم يريدون الاستثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحوم وشحوم الميتة، يستثنون الشحوم. فقالوا: يا رسول الله، نرجو منك أو أرأيت ليتك تخبرنا عن حكم الشحوم، هل ممكن تستثنى من هذا التحريم لما فيها من الفوائد؟ فإنه يستطلى أو يطلى بها السفن، يعني يدهن بها السفن، وكذلك يستفيدون منها كذلك في تلميع الجلود، وربما استخدموها أيضا في إنارة البيوت واستخدامها في المصابيح وغيرها. فذكروا هذه الفوائد من أجل أن يقنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يراجع ربه، أو لعل أن يراجع ربه فيستثني هذا الحكم من الحرام. لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمته فقال: لا، هو حرام، يعني ما ذكرتموه من الأسباب وليست مقنعة، ولا يباح لكم أن تستخدموا الشحوم الميتة،
فلزم الصحابة رضوان الله عليهم ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، وابتعدوا عن شحوم الميتة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر، أن من أفعال اليهود الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم لما حرم عليهم الشحوم أذابوه ظنا منهم أنه سيتغير اسمه من الشحوم إلى الزيوت أو إلى أي مادة أخرى، وبالتالي يجوز لهم في نظرهم المشؤوم وفي رأيهم الغير سديد أنه جائز. بالتالي استحقوا غضب الله، واستحقوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقوله قاتل الله اليهود. لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أي أنتم أيضا معاشر المؤمنين لا تكونوا مثل اليهود فتتحايلوا على الشرع وتقعوا في سخط الله وغضبه، وتقعون في لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكونون والعياذ بالله من الآثمين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم ومن التشبه باليهود، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو ما حكاه الله تبارك وتعالى لنا: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يحق للمسلم أن يتردد في قبول ما أنزل الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. من هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أخرجه رواية ابن بطة في إبطال الحيل. نعم، رواه ابن بطة في إبطال الحيل. الحديث الذي قبله حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لما قال: لا هو حرام. واليوم معاشر المشاهدين والمشاهدات يتجرأ كثير من الناس في ارتكاب الحرام لأدنى الحيل أو لأضعف الفتاوى. يجد هناك فتاوى ضعيفة فيعمل بها، ويترك فتاوى الأئمة الكبار والعلماء الجهابذة الذين قضوا في الحق وكانوا به يعدلون، يضرب بأقوالهم عرض الحائط ويأخذ الفتاوى الشاذة والعياذ بالله، ويقول أفتى بها فلان وفلان، ويقع في الحرام. وتجده في قرار نفسه أصلا هو غير مقتنع بها، ولكن يريد أن يجعل ظنا منه بينه وبين الله هذا العالم الذي أخطأ في فتوته. هذا جزء من التحايل على الشرع معاشر المشاهدين والمشاهدات. ولا يخفى على شريف علمكم أن التحايل على الشرع وارتكاب ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه عقوبة شديدة، نسأل الله العافية والسلامة، وفيه جراءة على الله تبارك وتعالى، وفيه انتهاك لحرماته. ولذلك لا يخفى على شريف علمكم ما نزل من عقوبة شديدة على اليهود في قصة قرية أيلة التي كانت حاضرة البحر، وأظنها كانت على شاطئ من شواطئ فلسطين، تسمى أيلة. هذه المنطقة كان بها يهود، يعيشون بها يهود، والله سبحانه وتعالى بسبب كثرة الذنوب والمعاصي ابتلاهم بأمر شديد عليهم، ألا وهو يحرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت. وكانت الأسماك معاشر المشاهدين والمشاهدات تأتي يوم السبت بشكل عجيب وبكثرة كاثرة، وتمر على أيديهم وعلى شباكهم، تكون قريبة من شباكهم من أجل الابتلاء. هل سيرتكبون ما حرم الله عز وجل عليهم أم لا؟ ومع الأسف
خابوا وخسروا ووقعوا في هذه الفتنة العظيمة. هذه القرية كان يعيش بها يهود، وانقسموا إلى 3 أقسام. قسم ابتعد عن هذه المعصية وحذر قومه وقال إياكم أن ترتكبوا ما حرم الله تبارك وتعالى. وقسم آخر سكت، لم يأمر ولم ينهى، سكت. وقسم ثالث ارتكب المعصية، نسأل الله العافية والسلامة، وتحايلوا على الله فنصبوا الشباك يوم الجمعة، نصبوا الشباك يوم الجمعة وتركوها يوم السبت، وأخذوا الشباك يوم الأحد. فلما جاءت الأسماك يوم السبت وجدت الشباك مخبأة لها فوقعت في الشباك، وحصل الصيد واقعا فعلا يوم السبت، لأن الأسماك أصلا لا تأتي إلا يوم السبت، وغير يوم السبت فإنها تذهب إلى البحار وتبتعد عن هذه الأمكنة. فظن هؤلاء اليهود أنهم بهذه الحيلة أنهم تحايلوا على الله عز وجل، وبالتالي يكونون قد لم يرتكبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنهم، ظنا منهم واعتداء منهم وتجرؤا على معصية الله تبارك وتعالى. ماذا كانت العقوبة معاشر المشاهدين والمشاهدات؟ العقوبة كانت قاسية وقوية ورادعة، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تبارك وتعالى الحكم العدل، قال الله تبارك وتعالى الحكم العدل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نسأل الله العافية والسلامة. في هذه السورة العظيمة سورة الأعراف يقص الله عز وجل علينا قصة هؤلاء الذين ارتكبوا ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل، وظنوا أنهم سيكونون في بر وأمان من هذه الحيلة، فنزل عليهم العقوبة أن أصبحوا والعياذ بالله قردة خاسئين، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قلت لكم انقسم الناس هنا إلى 3 أقسام: الذين أمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر أنجاهم الله كما قص الله فأنجينا الذين ينهون عن السوء. أما الذين سكتوا فسكت الله تبارك وتعالى عليهم، لكن في أصح قولي العلماء أنهم هلكوا مع الهالكين، وأنهم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم، من رأى منكرا فلم يغيره بيده ولم يغيره بلسانه ولم يغيره بقلبه يعني هلك مع الهالكين، نسأل الله العافية والسلامة. فذكر بعض المفسرين ومنهم الشيخ السعدي بأنهم هلكوا مع الهالكين لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. والقسم الثالث هم الذين والعياذ بالله حولهم الله ومسخهم إلى قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. كانوا هؤلاء أنهم أصبحوا قردة. فقومهم لما أصبحوا الصباح يعني كانوا قد ابتعدوا عنهم حتى لا يقعوا في عقوبة من الله عليهم، فلما أصبحوا الصباح وجدوا أن ثمة هدوء، لم يسمعوا أصوات لإخوانهم ولا حركة. فلما
دخلوا عليهم في أماكنهم وجدوهم والعياذ بالله قد مسخوا إلى قردة وخنازير، قد مسخوا عفوا إلى قردة. فأصبح القرد يذهب إلى ذويه ويحوم حوله ويريد وكأنه يريد أن يسأل الله عز وجل له فيعفو عنه ويعود إنسانا كما كان. فكانت هذه عقوبة، وكان ذوي يقول له ألم أنهك عن ذلك، ألم أحذرك عن ذلك. كانت هذه عقوبة واقعة رآها اليهود رأي العين مبصرة أمامهم، أن الله عز وجل عجل لهم العقوبة ولم يؤخرها لهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا معاشر المشاهدين والمشاهدات، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فأي بلاء ما نزل إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هذا كلام حق من العلماء السابقين. نعم، هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأمور الله سبحانه وتعالى بين ذلك، قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الباء هنا سببية، بسبب ما كانوا يفسقون من الذنوب والمعاصي وارتكاب ابتلاهم الله بهذه العقوبة وعرضهم لهذه الفتنة، فوقعوا في الفتنة ثم نزل عليهم يعني عقاب شديد، نزل عليهم عقاب شديد. فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه العقوبة معاشر المشاهدين والمشاهدات ليست ببعيدة عن كل من يتحايل عن الله تبارك وتعالى، ليست ببعيدة. فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل لعلك تتوب، لعلك تتوبين، لعل هذا المخطئ يتوب، يمهل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يهمل. قال الله تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والكفر هو بريد، والكفر هو جزء من المعصية، والمعصية بريد الكفر. فلا يزال الرجل والعياذ بالله يعصي وربما حتى يقع في الكفر. من هنا لا يرضى الله سبحانه وتعالى حتى المعصية أن تكون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. نعم، يعني ما فعلوه هؤلاء من نصب الشبك يوم الجمعة ورفعه يوم الأحد كان من أعظم الحرمات التي أدت والعياذ بالله إلى عقوبتهم، فمسخوا إلى قردة، نسأل الله العافية والسلامة. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى تحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا أو حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت وقعت في تلك الحفرة والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها. هذا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فالحذر معاشر المشاهدين والمشاهدات من التحايل على معصية الله. ومن هنا كان الأولى بالمسلم أن يكون طاععا لربه، فإن الخير كل الخير في طاعة الله تبارك وتعالى، والشر كل الشر في معصيته تبارك وتعالى. ولذلك من أراد بحبوحة الجنة وأراد أيضا أن يكون في هذه الحياة سعيدا فعليه بتقوى الله تبارك وتعالى، وعليه بالاستقامة على دينه فيها كل الخير. من كان يريد الثراء والغناء والراحة والصحة والعافية في الدنيا فعليه بتقوى الله. ومن أراد النجاة يوم القيامة ودخول بحبوحة الجنة فعليه أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعند الله، عند الله ليس عند غيره، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فيا من تظن أن المعاصي والذنوب هي تعتبر يعني مقيدة لك عن
ما يسعدك فهذا وهم شيطاني. فاعلم رحمك الله أن سعادة القلبية والراحة والطمأنينة في الاستقامة. جرب وأنت الحكم، جرب وأنت الحكم. صحيح معاشر المشاهدين والمشاهدات، المؤمن لا يجرب أمر الله تبارك وتعالى، المؤمن يعني يطيع الله عز وجل وهو مقبل على الله بكل إيمان ويقين كامل، ولكن نحن تنزلا نقول للشخص اتق الله تبارك وتعالى واستقم على أمره، ثم انظر ماذا ينزل عليك من الخيرات ومن البركات. نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وعده سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وعده متحقق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالاستقامة نور وبرهان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اسألوا من استقام ومن اهتدى بهداه وثبت على سنته، هل افتقر؟ هل مرض؟ هل ضل؟ هل وقع؟ لا، بل كلما مرت عليه سراء شكر فكان خيرا له، وكلما مرت عليه ضراء صبر فكان خيرا له. تجده شامخا لا يتزعزع أبدا، لأنه يعلم أن في كل الأحوال هو خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء يكره السؤال عما لم يقع. وذكرنا لكم في الأسبوع الماضي قصة عامر العجلاني الذي اتهم امرأته، وكان قد أرسل عاصم بن عدي الأنصاري ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا رآه قد وقع على امرأته أيذهب ويأتي أيقتله فتقتلونه، شيئا من هذا القبيل، حتى أنزل الله تبارك وتعالى آيات اللعان. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يكره الحقيقة أن يسأل عما لم يقع، وخصوصا معاشر المشاهدين والمشاهدات فيما يستحيا منه، كما فصلنا ذلك في الحلقة الماضية. ولكن ما يتوقع حدوثه وممكن أن يحصل أو ما سيحصل مستقبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك للصحابة الكرام. من ذلك معاشر المشاهدين والمشاهدات حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المشاهدين والمشاهدات ما يتعلق بالأمور الغيبية التي ستأتي لاحقا، فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. وهذا يعني أنه كان في جاهلية من عبادة الأصنام وأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر، فساد عظيم، فأتاهم الله بالإسلام وبهذا النور الكبير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ويعني بهذه الفتن التي حصلت بعد القرون الثلاثة من مقاتلة الناس بعضهم بعضا، وانتشار الفساد والقتل والركض وراء هذه الدنيا، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني بعد ذلك الشر الذي حدث بعد القرون المفضلة هل هناك من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. هو خير موجود، لكن فيه شيء ممن يعكر صفوه وممن يكمل خيرته. فما هو هذا الدخن؟ قال: قلت: وما دخله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يستنون بغير سنته ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا هو دخن الذي يحصل في زمن من الأزمان، وهذه علامة من علامات النبوة، كما سنبينه وأبينه لكم معاشر المشاهدين في نهاية هذا الحديث. فيبين النبي عليه السلام: قوم يستنون
بغير سنتي. هناك سيأتي جماعة يبين عليه الصلاة والسلام أن سيأتي جماعة يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعون في البدع والمنكرات، ويقعون فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا حصل في خروج الشيعة وخروج الصوفية والقدرية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء، خرجوا عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الدخن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. معاشر المشاهدين، فاصل ونكمل الحديث إن شاء الله. الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد مشاهدي الأكارم. كنا في حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال نعم وفيه دخنه. قال وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. هؤلاء هم الذين ذكرت لكم من افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال حذيفة بن اليمان وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفئة الضالة، وأحسبها هي الفئة التي تعلمت في الغرب وأخذت بنهج غير نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت تدعو الناس إلى البعد عن كتاب الله والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحجة أن هذه الأفكار هي أفكار غربية وأفكار نيرة، وأنها أفكار تواكب الحضارة، وأنها أفكار ترفع من شأن الأمم، وأن ما يتعلق بهدي النبي عليه السلام يعتبر والعياذ بالله قديم، ولا تلزمون بأفكار هي قبل 1400 سنة. وأخذ هؤلاء والعياذ بالله يكتبون مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، ويتكلمون أيضا في الشاشات وفي السوشيال ميديا وغيرها، وأصبحوا والعياذ بالله يحاربون هذا الهدي ويدعون الناس بالفعل إلى أبواب جهنم. والمقصود بدعوتهم إلى أبواب جهنم هو أنهم والعياذ بالله يدعون الناس إلى ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا تحقق في كثير حقيقة دون ذكر أسماء، في كثير من الدعاة الضالين، وبعد من تأثر بأفكار الغرب فبدأ يبث سمومه في وسائل الإعلام. كذلك أعتذر لكم عن بث هذه السموم السيئة التي اليوم أصبحت محط جدال والعياذ بالله، محط جدال. يعني لا أرغب في الحقيقة معاشر المشاهدين أن أذكر، لكن على سبيل المثال اليوم هناك نقاش في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد، عن الإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة. بدأ الآن كثير من أبناء المسلمين يتكلمون عن الإلحاد والعياذ بالله، عن هل الله موجود، هل نحن خلق من خلق الله. هذه قضايا يعني واضحة جدا، وضوح البرهان ووضوح الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك جاء من ينكر هذه الأمور الواضحات بسبب هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم. فهؤلاء بالفعل يعني خطرهم شديد جدا، وعلى المسلمين وعلى العلماء أن يكونوا بالمرصاد لهم. وقد هيأ الله عز وجل ولله الحمد لهؤلاء من يدحض حججهم، ومن يكسر أنوفهم، ومن يحذر من مصائبهم ومن ضلالاتهم. قد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من أهل العلم والفضل والدعاة والنجباء، جزاهم الله خيرا
عن الإسلام والمسلمين. فقال حذيفة بن اليمان: صفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بالفعل هؤلاء الذين خرجوا من بلاد المسلمين وتغربوا إلى بلاد الكفار وحملوا أفكار سيئة وعادوا أصبحت لهم مناصب وأماكن فارهة ومناصب عالية في الدولة وفي البلاد، وأصبحوا من خلال هذه المنابر يبثون سمومهم. فبالفعل هم من جلدتنا، بمعنى أنهم من نفس الجنس ومن نفس القومية ومن نفس البلد، وأيضا ألسنتهم هي ألسنة العرب أو ألسنة المسلمين، بغض النظر هل هم عرب أو غير عرب، لكن المقصود أن هؤلاء أتوا بأفكار سيئة تشبثوها من الكفرة والنصارى وغيرهم، وأتوا بهذه الأفكار متأثرين بالحضارات الزائفة الموجودة في الغرب، وبدأوا يبثون سمومهم. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، هذا الواجب على المسلم والمسلمة أن يلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحمد لله اليوم بفضل الله الأمة فيها الفرقة الناجية وفيها أهل العلم والفضل. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أنه هيأ لهذه الأمة علماء جهابذة في كل أنحاء العالم. الحمد لله لم يقتصر رب العزة والجلال أن يكون العالم في البلد الفلاني أو في البلد، بل في كل بلد يهيئ الله عز وجل من أهل السنة والجماعة، أشبه ما يكون بقول تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من دولة أيضا من هذه الدول، ونحن بعد اجتماع سيسبيسكو المشؤوم لما فرقت هذه الدول إلى دويلات، هيأ الله عز وجل في كل دولة من أهل العلم والفضل، من هم من أهل السنة والجماعة وهم من الفرقة الناجية. هيأ الله في كل دولة، وهيأ الله سبحانه وتعالى في كل دولة من يدعون بألسنتهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقد قامت الحجة بحمد الله تبارك وتعالى على هذه الأمم. وثمة حقيقة كثيرة بأعداد هائلة من الكفرة تعتبر أمتنا مقصرة في إيصال هذا الحق لهم، صحيح، لكن أنا أقصد الدول الإسلامية، أقصد الدول التي فيها أقليات إسلامية، قد هيأ الله عز وجل لها من الدعاة وطلبة العلم من الذين فعلا يعتبرون من الفرقة الناجية. جعلني الله وإياكم منهم. إذن قال: هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين. هذه الجماعة الموجودة ما هي صفاتها؟ صفاتها أنها تكون مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأصحابه، يكونون على السنة النبوية، يستدلون بالكتاب والسنة، لهم صفاتهم، لا يقولون لك إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، لا، بل يقولون لك قال الله عز وجل، وتسمع منهم الآيات تتلى وكذلك بتفاسيرها، ويعرفون التفاسير الصحيحة التي تقبلتها الأمة بالصحة، كتفسير ابن كثير وتفسير الإمام الطبري وغيرهم من أهل السنة والجماعة. وكذلك هم يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتجدهم يستدلون بأحاديث الكتب التسعة وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن الضعيف والموضوع وضعيف الإسناد. هؤلاء هذه علاماتهم والحمد لله موجودون. النبي عليه السلام يوصينا أن نلزم جماعة هؤلاء ونتبع إمامهم. الإمام المقصود به إذا وجد في دولة إمام عادل يستنى بهذه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أضرب بالأمثلة حتى لا يقال لماذا فلان وفلان وفلان، لكن الأئمة الحمد لله أيضا كما أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك الأمة على الضلال، كذلك يوجد الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان بعض رؤساء الدول الذين
يهديهم الله عز وجل إلى العدل وإلى الإحسان قدر المستطاع مع الابتلاء الحاصل والضغط الحاصل من العالم، لكن يوجد الله سبحانه وتعالى بعض الرؤساء، فهؤلاء يعتبرون أئمة للمسلمين، فيجب عن الإنسان أن يلزم جماعتهم. فإن لم يوجد إمام بمعنى حاكم دولة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحمد لله قد أوجد الله عز وجل الأئمة. فالأئمة من العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أئمة المسلمين هؤلاء. فإن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أولي الأمر، قال المفسرون هم العلماء والأمراء. فالعلماء يعتبرون هم أئمة الناس الذين يهدونهم إلى الحق وبه يعدلون، فيجب على الناس أن يتبعون علماءهم. إذا فسد الرؤساء وفسد الحكام، من سيطيع الناس؟ أين سيذهب الناس؟ ما عليهم إلا أن يطيعوا علماءهم، فيلزم علماءهم أن يطيعون فيلزم عامتهم أن يطيعون علماءهم. وعلى العلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في شعوبهم، فيجب عليهم أن يقوموا بواجب الدعوة وكلمة الحق والصدع، وأن لا يخشوا في الله لومة لائم. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد هيأ الله عز وجل الحمد لله في هذا الزمن أئمة يقولون الحق وبه يعدلون، وبسبب كلمة الحق كثير منهم قد سجن، وقد كثير منهم قد غيب في السجون، وبعضهم قد صفي وقتل. فالحمد لله كلمة الحق باقية، ليس هناك عذر للبشرية أبدا. هناك من أهل العلم والفضل من ينشر هذا الخير، جعلنا الله وإياكم منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام فاعتزل. قال حذيفة بن اليمان تلزم جماعة المسلمين إمامهم. وقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، يعني أصبح الجهل منتشر وليست هناك يعني مساحة من أهل العلم والفضل، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام فتعتزل كل الفرق. إذا كانت الحالة قد وصلت أن انتشر الفساد وقل العلماء ولا يوجد عالم إلا بشق الأنفس، وأصبح الشر قد انتشر، في هذه الحالة يوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يعتزلوا الفرق كلها، كل الفرق الضالة تعتزل، ويبعد الإنسان ولو أن يعض على أصل شجرة، يعني على أصل شجرة، بمعنى أن يبقى حتى لو لم يطعم إلا القليل، فيبقى حتى يدركه الموت. يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت. المعنى الإجمالي أنك تبتعد قدر المستطاع عن الفتن والمحن، وأن تبتعد عن الفرق الضالة، وأن تكون أنت في بيتك تبكي على خطيئتك وتبقى هكذا حتى يدركك الموت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتشر الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن الحمد لله اليوم في عافية، ما أن يعني تنتشر الفتن حتى تنخفض أو تذهب، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده تبارك وتعالى. العفو. كذلك معاشر المشاهدين والمشاهدات، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يحذر أمته عن المغيبات. هنا يعني في الحديث السابق كان حذيفة هو الذي يسأل، في حديث أبي ذر الغفاري هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يثير هذه المسألة، فينبه الصحابة رضوان الله عليهم من خلال حديث أبي ذر. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كنت عليك أمراء، يعني كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. قال النووي رحمه الله: يميتون الصلاة أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. قال الشيخ محمد صالح المنجد: والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، فوجب حمل هذا الأخبار على ما هو الواقع. طيب معاشر المشاهدين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أبا ذر أن لا ينكر على الأمراء فيما يتعلق بتأخير الصلاة. هناك جملة من الأحاديث تبين وجوب طاعة الأمراء واتباعهم وعدم الخروج عليهم وعدم الإنكار عليهم في بعض الأمور. واحدة منها مثل هذه التي فيها مجال فقهي يستطيع الإنسان أن يوجد لها خرجا أو مخرجا. فكانوا يؤخرون بعض الأمراء الصلاة عن وقتها المفضل إلى وقت الجواز، فكانهم يؤخرون صلاة الظهر مثلا حتى إذا كان قبيل صلاة العصر صلوها. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا ذر أن يصلي هذه الصلاة في أول وقتها في جماعة له مثلا، فإذا جاء إلى الأمراء وأقاموا الصلاة فليصلي معهم وتكون نافلة. وطالما هذا الأمر فيه سعة فلا تتشدد يا أبا ذر، وكن متسامحا معهم وصلي فإنها ستعتبر لك نافلة. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، لأنه كان رضي الله عنه وارضاه شديدا على الأمراء رضي الله عنه وارضاه، وكان يأمر الفقراء أن يأخذوا أموالهم عنوة من الأمراء أبو ذر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أبي ذر: يرحم الله أبا ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا يوم القيامة. وقد تحقق أنه كان يمشي وحيدا في غزوة تبوك ومات وحيدا رضي الله عنه وأرضاه، ثم بقيت الثالثة وسوف يبعث وحيدا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا ثمة وجد أمراء يعني لا يصلون ولا يؤدون الصلاة ولا يقيمونها، فإن هؤلاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ننابذهم بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، طالما يقيمون الصلاة ويؤدونها والصلوات تقام في الجماعات والمساجد والناس يصلون ولم يوقفوا الصلوات، فإنه لا يجوز الخروج عليهم ولا رفع السلاح على هؤلاء الأمراء، وإن كانوا في أنفسهم فجرة فسقة يرتكبون الموبقات فذلك بينهم وبين ربهم وسوف يحاسبهم الله. ولكن على المسلمين أن يطيعوا ربهم وأن يحافظوا على صلواتهم طالما هم قد أظهروا الإسلام. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز الخروج عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. ففي معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الخروج على هؤلاء إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان. وفي مسألة الخروج على الحكام أيضا هناك شرط مهم غير الكفر بالله والكفر البواح الذي تتفق عليه الأمة بعلمائها وقضاتها بأن هذا كفرا بواحا ويفتون في ذلك ويصدر قرارات بذلك. هناك ثمة شرط آخر أيضا، الإمكان وجود القوة والمنعة. إذا ما عندك قوة ومنعة لا تستطيع أن تغير هذا الحاكم، فعليك أن تصبر حتى يكون لك قوة. أما أن ترفع السلاح وتؤدي بنفسك وممن معك إلى الهلكة فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يأمر به الشرع، وإنما على الإنسان المسلم أن يصبر حتى يمكنه الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعمل
أيضا حتى يصل إلى أن يمكن دين الله تبارك وتعالى. أما أيضا أن نبقى هكذا ونرضى والعياذ بالله بالمذلة والهوان حتى يصبح هذا الأمر وكأنه أمر معتاد، هذا كذلك منكر عظيم يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليه. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يجيب، فإما أن يصمت عليه الصلاة والسلام، وإما أن ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. هناك حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ يا رسول الله كيف أقضي في مالي ولي أخوات؟ فلم يرد علي شيء ثم خرج وتركني. رأيتم؟ حتى نزلت آية الميراث، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. معاشر المشاهدين والمشاهدات، هذا الحديث العظيم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه إن شاء الله أتعاون فيه معكم في شرحه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين ألقاكم على خير، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يهدينا وإياكم إلى الخير، وأن يمد في أعمارنا، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتقدم بالشكر الجزيل إليكم في متابعتكم هذه الحلقة، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.